السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ يا رب بكل خير وسعادة. النهاردة عندنا محاضرة جديدة هنتكلم على الباس برينسيبلز. الباس برينسيبلز هي برينسيبلز مهمة جدا نبقى ملمين بيها، خاصة اللي من حضراتكم بيشتغل في مجال الامبلانت، لأن الباس برينسيبلز هي تعتبر العواميد الأساسية لنجاح أي اوجمنتيشن تكنيك. يعني في الأول اتعرف عن الباس برينسيبلز إن هي خاصة فقط بالجايدد بون ريجنريشن اللي هو الجي بي ار، ولكن حقيقة ده كلام مش صح. الصح إن احنا عشان نعمل أي اوجمنتيشن تكنيك وينجح ويدينا البريدكتابل ريزلت بتاعتنا نيو بون ريجنريشن، احنا محتاجين دايما في كل حاله نطبق الباس برينسيبلز. وات ايفر بقى انا هعمل جي بي ار باستخدام ريزوربابل او نون ريزوربابل ممبرين، هعمل خوري تكنيك باستخدام بون بليتس وبارتيكوليتد بون، هعمل تيتانيوم مش اوجمنتيشن باستخدام تيتانيوم مش مع بارتيكوليتد بون برضو، او ان انا حتى ايفن لو هعمل بون بلوك اوجمنتيشن فانا برضو محتاجه في الحاله دي ان انا اطبق الفور برينسيبلز الموجودين في كلمه باس principles. الباس برينسيبلز هم 4 words 4 letters سوري. الفور letters دولت presenting 4 words اللي هو P primary closure, A angiogenesis, S space maintenance and the other S is stability. فدايما في كل حاله بون اوجمنتيشن لازم اوفر الاربعه دولت ان هم يبقوا موجودين ومتوفرين بشكل كافي عشان تنجح عمليه البون اوجمنتيشن. نبدا باول ايتم اللي هو البرايمري كلوجر، والمقصود بيه طبعا السوفت تيشو كلوجر. ليه انا لازم يبقى عندي انف سوفت تيشو كلوجر؟ عايزه كلوجر باسيفلي من غير ما يبقى عندي فيه اي تنشن عشان ما يحصلش بعد كده ليتر اون سوفت تيشو ديهيسن سواء ايرلي او ليت. طبعا مبدئيا وبديهيا انا محتاجه برايمري كلوجر عشان ما يحصلش اكسبوجر للاندرلاين ماتيريال، يحصل لها كونتامينيشن، يحصل لها انفكشن تاثر على الريزلت بتاعه الريجنريشن. اي ماتيريال اكسبوز دايركت للاورال كافيتي يحصل لها كونتامينيشن باي الاورال فلورا اللي موجوده عندي منتشره في الاورال كافيتي، فده هيسبب لها فاست ريزوربشن وبالتالي ممكن يسبب لها انفكشن، فبالتالي ده هيأثر بشكل كبير جدا على الجين بتاعي، ممكن اصلا يسبب فشل تام لعمليه البون اوجمنتيشن. فعشان كده احنا محتاجين الفلاب بتاعنا نقفل كويس على الماتيريال بتاعتنا وما يحصلش منه او نتيجته ان الكلوجر بتاعي ما كانش فري اوف تنشن او كان في تنشن، يحصل ديهيسنس ويبتدي يحصل اكسبوجر ويحصل المشاكل اللي قلنا عليها. طب how to provide او to ensure ان انا هيبقى عندي good primary closure؟ اول حاجه في الفلاب ديزاين، يعني لما اجي اعمل فلاب فور بون اوجمنتيشن وات ايفر تكنيك اوف بون اوجمنتيشن، الفلاب بتاعي يبقى فيه اكسترا horizontal dimension and extra vertical dimension عن الاوجمنتيشن اريا. يعني اكيد مش هعمل سوفت تيشو كفرج على قد الاريا اللي هعمل فيها اوجمنتيشن، لازم هوريزونتالي يبقى الفلاب بتاعي اكبر، وده بان انا بعمل انكلودنج لاكسترا سيرفيس اريا anterior and posterior للاريا اوف اوجمنتيشن، باخد ما يوازي سنه قبل وسنه بعد، او سنتين قبل وسنتين بعد او اكتر. كل ما مشكله البون ديفيشنسي تبقى اكبر كل ما انا هحتاج ان انا ازود مساحه السوفت تيشو بتاعي تو انكلود مور سيرفيس اريا ميزيال اند ديستال انتيريور اند بوستيريور عشان اقدر احقق الكفرج بتاعي باسيفلي من غير ما يبقى فيه اي نوع من انواع التنشن، او بيبقى with minimal tension as much as we can. الحاجه الثانيه كمان ان احنا عندنا الفلاب بتاعنا مين اللي بيتعمل بهوريزونتال انسيجن، بنحتاج كمان نعمل معاه يا اما one vertical incision وبنسمي هنا الفلاب ديزاين بتاعنا triangular flap، او two vertical incisions اللي ساعتها بنسمي الفلاب ديزاين بتاعنا trapezoidal flap لسهوله حركه السوفت تيشو عشان اعمل لها displacement coronally عشان اقدر اعمل coverage كويس وعشان اعمل overcoming للاكسترا سبيس او الاكسترا دايمنشن اللي انا هعملها باستخدام البايو ماتيريالز عشان اعمل ريدج اوجمنتيشن. يبقى انا في الحاله دي انا كده زودت ابعاد السوفت تيشو بتاعي هوريزونتالي وسهلت عمليه الموفمنت بتاعه بوجود في الفلاب ديزاين بتاعي 1 او 2 فيرتيكال انسيجنز. الحاجه الثانيه كمان ان احنا عايزين نزود السوفت تيشو فيرتيكالي، يعني لازم برضو طول السوفت تيشو بتاعي ده يزيد. ازاي اقدر ازود طول السوفت تيشو بتاعي؟ من الحاجات النيولي سجستد بالذات في المجزله ان احنا نعمل حاجه اسمها شيفتد كريستال انسيجن، لان المتعارف عليه سابقا ان احنا بنعمل ميد كريستال انسيجن او ساعات بنعمل بارا كريستال انسيجن بالاتالي. دلوقتي الانترودكشن الحديث للديزاين هنا ان يتعمل بارا كريستال ولكن من ناحيه البقل اللي بنسميه
شيفتد كريستال انسيجن، لان في المجزله انا اقدر اعمل الونجيشن للبكال فلاب باي بريوستيال ريليزنج انسيجن زي ما هنقول كمان شويه، لكن بلاتال فلاب انا ما اقدرش ازود الطول بتاعه لانه زي ما انتم عارفين هو عباره عن فيكسد اتاتشد كيراتينايز تيشو. فعشان كده عايزين ندي اكسترا لينس للبلاتال فلاب، فده مش هيتم ابدا بان انا اعمل ميد كريستال انسيجن، بالعكس ده هيخلي دايما البلاتال فلاب بتاعي شورت عشان اجين الونجيشن او اكسترا لينس للفلاب بتاعي بلاتال اللي انا مستحيل اعمله باي بريوستيال ريليزنج انسيجن، بنخلي الانسيجن بتاعنا شيفتد بكالي، فبالتالي كده انا اضفت لطول البلاتال فلاب الكريستال سوفت تيشو لما عملت الانسيجن بتاعي شيفتد بكالي زي ما هنشوف كده في الكيس ديت. لما بعمل الانسيجن بتاعي شيفتد بكالي بارا كريستال بكالي، انا اديت المساحه بتاعه الكريستال سوفت تيشو ادد على البلاتال فلاب بتاعي. وبالنسبه للبكال فلاب هبتدي اعمل زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه البريوستيال ريليزنج انسيجن او السكورنج زي ما بنسميه، فبالتالي الفلاب بتاعي بكال يطول، واوريدي انا اديت طول زياده للبلاتال فلاب، فالاثنين يقابلوا بعض ميد كريستال، فده بيقلل من التنشن واللايبيليتي ان يحصل لا قدر الله مارجنال فلاب نيكروزز لما بيبقى عندي الفلاب بتاعي شيفتد بلاتالي، فده بيسبب ساعات بلاتال مارجنال فلاب نيكروزز، وده طبعا ممكن يسبب سوفت تيشو ديهيسنس. كذلك احنا اتفقنا عشان اعمل الالونجيشن ده مش هيبقى بس بان انا اعمل الديزاين بتاع الفلاب ان الانسيجن بتاعي يبقى شيفتد بكالي زي ما اتفقنا، احنا كمان محتاجين فور بكال فلاب ان هنعمل حاجه اسمها بريوستيال ريليزنج انسيجن. والبريوستيال ريليزنج انسيجن معناه بعد ما ارفع الفلاب بتاعي فول ثيكنس هاجي بالبليد بتاعي بالتب بتاعه البليد، يعني بفيري فيري شالو انسيجن بالبليد بتاعي فيري شارب وايز، ابتدي اعمل انسيجن في البادي بتاع البكال فلاب لطبقه البريوستيوم. بمعنى ان انا هاجي يا دكتور ايبيكال للفلاب بيز، ادي الفلاب بيز بتاعي هبقى كورونالي about 4 to 5 ملم، وابتدي اعمل فيري سوبرفيشال بارشال انسيجن عشان يحصل سيبريشن زي ما انتم شايفين كده. البريوستيوم بتاعي هيبقى جزئين، جزء ريليتد للايبيكال بارت من الفلاب وجزء هيبقى سيبريت مع الكورونال بارت من الفلاب. البريوستيال ريليزنج انسيجن ده بيفتح مجال ان الماسل فايبرز اللي هي بيهايند البريوستيوم بتاعي تاخد مجال اوسع للحركه، فبالتالي انا بعمل بريوستيال ريليزنج انسيجن علشان البريوستيوم نفسه بيبقى فيه ريزيستنس شويه، بيبقى فيه دنس تيشو، فبالتالي بيقلل من الالاستيستي وحركه الماسل فايبرز عشان اديها مساحه اكبر للحركه، فاخد الونجيشن اكتر للفلاب بتاعي فيرتيكالي، فبنعمل البريوستيال ريليزنج انسيجن ده. ممكن اعمله في المجزله في البكال فلاب زي ما اتفقنا، لان انا عندي في ماسل كونتنت عظيمه جدا موجوده في الالفلر والليبيال ميكوزا بارت، لكن طبعا زي ما اتفقنا مش هنستفيد ابدا لو عملناه في البلاتال فلاب، وعشان كده بنعمل الشيفتد كريستال انسيجن. في الماندبل بقدر اعمل الكلام ده في البكال فلاب، وكذلك اقدر اعمله كمان في اللينجوال فلاب بسبب وجود المايلوهايد ماسل عظيمه جدا موجوده في البريمولر مولر اريا، طبعا ويسكوشن باستخدام بلانت تول زي التب اوف ميوكو بريوستال اليفيتور، برضو بقدر اعمل الانسيجن البسيط دوت وابتدي اعمل براشنج للماسل فايبرز عشان اجين مور ستريتشابيليتي وفلكسبيليتي والونجيشن للفلاب بتاعي قد يصل ل 10 ل 15 مللي اكسترا لينس، فعشان في الاخر البكال فلاب واللينجوال فلاب يقابلوا بعض كريستال ويبقى فيه كلوجر بتاعي فري اوف تنشن. الحاجه الثالثه كمان عشان اضمن البرايمري كلوجر او الباسيف كلوجر السوتشرنج، يبقى فلاب ديزاين مانجمنت للفلاب باي انسيجن شيفتد كريستال زي ما اتفقنا، والسكورنج او البريوستيال ريليزنج انسيجن في الاخر. وانا بقفل الفلاب برضو لازم ابقى حريصه ان انا بعمل سوتشرنج ما يبقاش فيه اي نوع من انواع التنشن. اعتدنا ان احنا نعمل دايما نعمل كلوجر، بنعمل الاول الهوريزونتال ماتريس سوتشر عشان تعمل جود كلوجر وجود سيل للسوفت تيشو مارجن، وبيبقى فوقيها سمبل انتربتد سوتشر تكنيك، ده بيديني حتى اكسترا كريستال سوفت تيشو سيكنس، وفي نفس الوقت بيعمل بيتر سيل سكيورنج الاندرلاينج ماتيريال. بس ده ساعات بيعمل حاجه اسمها كيلر لوب. الكيلر لوب ده بيبقى بسبب السكويز او البريشر الجامد او التنشن اللي بيبقى موجود او السترين، انا اسفه، السترين اللي بيبقى موجود من السوتشر على المارجن بتاع الفلاب ساعات بيسبب مارجنال فلاب نيكروزس، فده بيسبب سوفت تيشو ديهيسنس. فعشان كده ريسنتلي بقى في اضافه لنوع من انواع السوتشر تكنيك اسمها انترنال بريوستيال سوتشر تكنيك. الانترنال بريوستيال سوتشر تكنيك هي عباره عن تنشن بريكنج
suture بتتعمل internally within الفلاب. فكره التنشن بريكنج suture او الانترنال بريوستال suture ان انا لما بعمل سوتشرنج للبريوستيوم بتاع البكل واللينجوال او البكل والبلاتال فلاب في الاول، ده بيخلي الكلوجر بتاع المارجن بتاع الفلاب بعد كده بيبقى التنشن عليه بيبقى يكاد يكون بسيط جدا جدا، فيمنع الكيلر لوب افكت. ده بيتعمل ازاي؟ المفروض ان احنا بنستخدم مينلي ريزوربابل سوتشر، لان الكلام ده بيتعمل مينلي انترنالي، بان انا باخد بايت في البريوستيوم فيعتبر سوبرفيشال او فيري سوبرفيشال بايت في البريوستيوم بتاع البلاتال او اللينجوال فلاب حوالي من 8 ل 10 مللي من بعيدا عن الانسيجن لاين بتاعي، وباخد نفس البايت دي في البكال فلاب في البريوستيوم بتاع البكال فلاب على بعد من 7 ل 8 مللي من المارجن بتاع الفلاب بتاعي. فبالتالي الكلوجر ده هيبقى مسبب بس انيشال كلوجر للفلاب بتاعي بريوستيوم تو بريوستيوم. البريوستيوم هنا كلوجر هيقلل من التنشن اللي هيبقى واقع على المارجن بتاع الفلاب، وبالتالي بعد كده اقدر اعمل الهوريزونتال ماتريس بتاعي عادي وفوقيه السمبل انتربتد، فبالتالي يقل خالص اللايبيلتي ان يحصل مارجنال فلاب نيكروزس، فامنع بتاتا ان يحصل عندي سوفت تيشو ديهيسنس بعد كده. فعشان كده الثلاث حاجات ديت هي اللي تقدر ان شاء الله تمنع او ان يحصل سوفت تيشو ديسنس وتوفر لك البرايمري كلوجر. الفلاب ديزاين، الالونجيشن بتاع الفلاب عن طريق السكورنج، وان انا اعمل الانسيجن بتاعي برايمري في الماكسيلا بالذات باي شيفتد كريستال انسيجن. فاينلي السوتشر بتاعي اعمل دبل لاير كلوجر. دبل لاير كلوجر نبدا الاول بالانترنال سوتشر اوف ذا بريوستيوم فولود باي الهوريزونتال ماتريس وفوقيها السمبل انتربتد سوتشر تكنيك. تاني حاجة عندنا في الباس برنسبلز هي الانجيوجينيسيس. A for angiogenesis، وكلمة angiogenesis معناها new blood capillary formation. بلاد سبلاي طبعا ده اي هيلينج عندنا في جسمنا في اي تيشو معتمد على good blood supply, enough blood supply and stable blood clot. فبالتالي عشان يحصل angiogenesis احنا عندنا البون itself providing blood supply، وكذلك السوفت تيشو providing blood supply، بس ساعات بيبقى عندنا البون شحيح شويه في البلاد سبلاي بروفايدنج، بالذات لو البون دينستي عاليه D1 او D2. فعشان كده ساعات بنحتاج نعمل حاجه اسمها ديكورتيكيشن، بمعنى بنعمل كورتيكال بون بيرفوريشن. كورتيكال بون بيرفوريشن عشان اسمح بالديفيوجن بتاع البلاد سبلاي يجي لي من جوه البون، من البون مارو اللي جوه اللي موجود في الكانسيلاس بارت من الريدج بتاعي، ويجي معاه طبعا ميزنكايمال سيلز والكيموكاين والسيتوكاينز عشان يبتدوا يعملوا انيشيشن لعمليه البون ريجنريشن. احيانا بنعمل ده باستخدام سمول راوند بير، سيرجيكال بير طبعا، كاربايد بير. بنعمل سمول بيرفوريشنز في البون في البكال كورتيكال بون يوجوالي، او ساعات ممكن نستخدم البايلو دريل او الانيشال دريل. لو انا هحط امبلانت في نفس السيرجري بتاعتي فممكن بدل السيرجيكال بير استخدم البايلو دريل عشان اعمل الديكورتيكيشن. ببقى حريصه ان الهولز دي تبقى فيري سمول، ما اعملهاش لارج عشان ما اعملش اندر مايننج للبون. ببعد الهولز دي عن بعضها عشان ما اعملش اندر مايننج او ويكنس للبون. ببعد عن الفيري ثين بون زي الكريستال بون، لان مش هلاقي منه بلاد سبلاي ريتش زي ما انا متوقعه. فعشان كده تعتبر خطوه سهله جدا، مش تكنيكال خالص، ما بتاخدش حتى مش تايم كونسيومينج، وتعتبر ليها هاي امباكت على عمليه البلاد كابيلاري فورميشن اللي عمليه الانجيوجينيسيس. احيانا بتبقى اوبشنال ستيب بالذات في الماكسيلا، لان دايما عندنا في الماكسيلا ما شاء الله بتبقى ريتش ان بلاد سبلاي. ساعات بتبقى مانداتوري ستيب في حاله زي اللي قدامنا دي، ان انا عندي البون يكاد يكون ابيض خالص، معناه ان الفاسكولاريتي موجوده جوه البون، وانا محتاجه ان يبقى عندي جود بلاد سبلاي سورس من البون سايد. فبالتالي في حاله زي كده عمليه او خطوه الديكورتيكيشن تكاد تكون مانداتوري. فنقدر نقول ان الديكورتيكيشن هيساعدني ان انا اوفر المصدر الاساسي للبلاد سبلاي في بعض الحالات زي الماندبل بالذات، وعشان ابقى ضامنه عمليه الانجيوجينيسيس انها تنجح معايا. ودي يعتبر تاني ايتم مهم في عمليه او حاله البون اوجمانتيشن او ريدج اوجمانتيشن. ثالث حاجه اللي هي السبيس مينتننس، بمعنى انا دلوقتي عندي ديفكت فعايز اعمل
بون ريجنريشن. عشان الديفكت ده يحصل فيه بون ريجنريشن، البون للاسف ان يحصل له ريجنريشن بياخد وقت شويه. فلو انا عندي ديفكت زي اللي قدامي ده في حاله الامبلانت، وانا المفروض اعمل بون اوجمنتيشن او جايدد بون ريجنريشن، فلو انا ما حطيتش اي ماتيريال، يعني اعتمدت ان هعمل جود كلوجر وعندي بلاد سبلاي زي ما انتم شايفين كده من البون كويس ومن السوفت شو كويس، لو انا قفلت الفلاب بتاعي على هذا الوضع اللي هيحصل فايبروزز، لان انا دلوقتي ما سبتش سبيس كافي عشان يحصل بون ريجنريشن. السوفت شو هيبتدي يعمل كولابسنج للسبيس ده، اوكيوباينج للسبيس ده، ويبتدي يفرض الانسجه بتاعته عليه عشان يحصل اتاتشمنت تو كونكشن. فبدل ما يحصل عندي اوستيو انتجريشن، يحصل عندي فايبرو انتجريشن، هيلثي تيشو وكل حاجه، بس سوفت تيشو. طبعا ده مش كويس خالص في حاله الامبلانت زي ما حضراتكم عارفين. فعشان كده انا محتاجه احفظ المكان ده اللي هيحصل فيه فيوتشر بون فورميشن، وده هيحصل باستخدام البون جرافت. يعني احنا بنستخدم مينلي البون جرافت از سبيس مينتينر. انا محتاجه سبيس مينتينر في المكان ده عشان يحفظ البون اللي انا بريدكتنج تو ريجنريت، ميزيوديستال، باكولينجوال، ايبيكوكرونال، هوريزونتالي اند فيرتيكالي، على حسب انت ميسنج قد ايه من البون، وميسنج هوريزونتال بس ولا هوريزونتال وفيرتيكال كمان. فبقى كاني بعمل 3 دي ريكونستراكشن للبون المس ده عندي، فده هيتحقق لما استخدم عندي ايه؟ البون جرافت. فعشان كده البون جرافت يعتبر سبيس مينتينر تو بي يوزد عشان يحصل عندي بعد كده بيحصل عندي بون ريجنريشن. الايتم الاخير اللي هو الاستابيليتي، يعني عشان برضو يحصل عندي بون ريجنريشن لازم اوفر مينو في استابيليتي. بمعنى تخيل معايا كده ان انا حطيت البون جرافت بتاعي سبيس مينتينر جميل اهو، صح؟ وبعد كده قفلت الفلاب، صح؟ ايه اللي هيحصل للبون جرافت ده؟ بديهيا جدا السوفت شو هيعمل سكويز للبون جرافت بارتكلز، يبتدي يعمل لها فلاشنج، فانا كده بقى عندي كولابسد ريزلت مبدئيا لان البون بتاعي بقى سكويزد، فكده السبيس مينتينر ككونسبت باظ. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الفلاب بتاعي افتر كلوجر، حتى وانا عامله باسيف كلوجر، في سم سورت اوف موفمنت، في مايكرو موفمنت، لانه لسه فلاب، لسه ما عملش اتاتشمنت وكونكشن للاندرلاينج ستراكشر. فمادام عندي الفلاب فيه مايكرو موفمنت، وده طبيعي يبقى موجود مع البيشنت توك، هو بيتكلم بس، فبالتالي هيبقى الجرافت بتاعي ده بيتحرك، فبالتالي يا دكتور هيحصل فيلير الاوستيوجينيسيس. بمعنى عشان يحصل بون ريجنريشن يا دكاتره نقدر نمثل ان اللي بيحصل هنا ده عامل زي عمليه التئام الكسور. لو عندي بون فراكشر، حد حصل له لا قدر الله بون فراكشر، بيعمل ايه؟ بيتجبس. المفروض الجبس ده نوع من انواع الاستابيليتي، ستابلايز الفراكشرد بون عشان ادي فرصه للبون هيلينج، للبون ريجنريشن. وساعات الموضوع بيبقى فيري ديتيريوريتد لدرجه ان ممكن يحتاجوا يعملوا سيرجيكال انترفنشن عشان يعملوا تثبيت بشرايح ومسامير. فاذا فكره الفيكسيشن، فكره الاستابيليتي موجوده فور اني بون هيلينج، فور اني بون ريجنريشن. طب ده في الكسور فهمنا ايه بقى علاقه ده؟ احنا ما عندناش هنا حاجه مكسوره، بس احنا عايزين هنا بون يحصل له ريجنريشن، ففكره الاستابيليتي برضو لازم تبقى متوفره. انا دلوقتي لو حطيت بون جرافت وانجيوجينيسيس وبرايمري كلوجر، بس كل الكلام ده ما فيهوش استابيليتي، ايه اللي هيحصل؟ الفلاب بيتحرك مايكرو موشن، الجرافت بتاعي يتحرك مايكرو موشن، فيلير اوف بون ريجنريشن. كل حكايه عندي يا دكتور هيبقى عباره عن فايبرس تيشو، لان انا عندي الانيشيال بون فورميشن بيبقى عباره عن بروفيجنال جرانيوليشن تيشو. البروفيجنال جرانيوليشن تيشو ده عباره عن سوفت تيشو. السوفت تيشو ده لازم يبقى ستيبل علشان يتحول من السوفت تيشو كونديشن للهارد تيشو كونديشن، يتحول من بروفيجنال جرانيوليشن تيشو انتو اوستيويد، وبعد كده يبقى ووفن بون، وبعد كده يبقى لاميلر بون. عشان الخطوات دي تتم بسهوله ما نقفش عند مرحله الجرانيوليشن تيشو اللي هو السوفت تيشو، لازم يبقى فيه مينو في ستابيليتي. فالاستابيليتي دي هتتوفر ازاي؟ انا عشان احافظ على الهيكل والاستراكشر اللي انا عملته ده محتاج ان انا اغطيه بممبرين بتيتانيوم، مش ببون بليت، حاجه تحافظ على الكوميونتي او الاستراكشر اللي انا عاملاه ده عشان ما يحصلوش فلاشنج، عشان ما يحصلوش موفمنت. بس الحاجه دي اللي انا استخدمتها از ممبرين، از مش، از بون بليت، لازم اعمل لها فيكسيشن لانها مش فيكسد باي اتسيلف، لازم اثبتها هي كمان عشان تبقى عامله كونتورنج وكنترولنج على الماتيريال اللي انا مستخدماها از سبيس بنتينر اللي هو البون جرافت. بس المين اوف ستابيليتي دي محتاجه انها تبقى ستابلايزد باي بون تاكس او بون بنز زي ما بنسميها،
بون سكرو بالذات في حالات التيتانيوم مش او خوري تكنيك او البون بلوك اوجمنتيشن. ساعات في بعض حالات الجي بي ار بدل ما نستخدم تاكس ممكن نستخدم سوتشر ماتيريال، وده بيبقى اوبريتور بريفرنس. في بعض الدكاتره بتحب التاكس عن السوتشر، في بعض الدكاتره بتحب السوتشر عن التاكس، ساعات بيعملوا ميكس ما بين التو مين اوف فيكسيشن. المهم لازم احقق الكونسبت بتاع الاستابيليتي. فحته السوتشر دي مهمه جدا ان انت برضو تكون عارفها، لان التاك يوزد او التاكس يوزد او السكرو يوزد ان انا اعمل بيها فيكسيشن او ستابيليتي تكنيكال وايز سهله جدا. التكنيك بتاع السوتشر هو الارخص طبعا على الاطلاق، ولكن تكنيكال وايز بيبقى فيه تكنيكاليتي شويه. فخلينا كده نشوف فيديو بسيط للفيكسيشن اوف ممبرين والسوتشر. بندخل الاول في البلاتال او اللينجوال فلاب لانه يعتبر بالنسبه لي هو المور فيكسد فلاب، وبعد كده بندخل في الابيكال باكال بريوستيوم. عارفين اللي احنا البريوستيال ريليزنج انسيجن اللي عملناه من شويه بيبقى فيه سيبريت بريوستيوم ايبيكالي، ده اللي بندخل بيه في السوتشر بتاعنا لانه بيمثل لنا فيكسد ايبيكال باكال تيشو، لان طبعا انا مشكلتي كلها مع الباكال فلاب اللي هو فيري موبايل. وبعد كده بندخل في البلاتال فلاب وانس اجين ونبدا نعمل النوت بتاعتنا. يبقى انا بدخل بلاتال بريوستيوم بلاتال وانس اجين. التكنيك اوف سوتشر ده بيسموه بريوستيال ماتريس سوتشر تكنيك. بريوستيال ماتريس سوتشر تكنيك ممكن يبقى هوريزونتال ماتريس، ممكن يبقى فيرتيكال ماتريس according to the case. والديمو البسيط ده يورينا ازاي نعمل السوتشر تكنيك ان بريف. المهم انت حضرتك تكنيكال وايز حسب الحاله بتاعتك بتختار المين اوف فيكسيشن على حسب التكنيك، على حسب الافيلابيلتي اوف ذا فيكسيشن ماتيريال. كونكلوجن زي ما اتعودنا دايما في كل محاضره ان انا دايما بقول معاك كونكلوجن. احنا عندنا 4 برنسبلز مهمين جدا، وزي ما شرحت لحضرتك اعتقد واضح ان مفيش واحد فيهم يغني عن التاني. ولو توفرت الاربعه برنسبلز دولت في كل حاله اوجمنتيشن تكنيك انت بتعملها هتضمن ان شاء الله بشكل قوي وبشكل كبير الريزلت بتاعت حضرتك از بون ريجنريشن. برايمري كلوجر، angiogenesis، stability and finally space maintenance. اتمنى تكون البرنسبلز وضحت لحضراتكم، واتمنى بعد كده ان كل اوجمنتيشن تكنيك تيجي تعمله تفكر في الاربعه برنسبلز وتطبقهم وتوفرهم بشكل كويس عشان تبقى نتائجك دايما مضمونه وكويسه. في انتظار اسئلتكم لو ان عندكم اي استفسار عن اي حاجه، ونشوفكم على خير دايما باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.